واليوم عندنا احلى عصير من ايد الشيف رجيف، وهذا الشيف منافس للشيف هزاز الراس اللي كلنا بنعرفه. وهنا بلش يحط بودرة، اتوقع هاي مكياج مرته البودرة لانه طلقها هو فبيستعملها. وفي هناك سطل احمر في مادة خضراء ان شاء الله ما يستعملها بس. وهنا راح يضيف الليمون، بيعطي حموضة وطيبة على الكاسات. على فكرة انا عيني على السطل الاحمر الله يستر. ورجع يحط بودرة مكياج مرته اللي هو هذا الفاونديشن، فاونديشن للبشرة بس هو بيستعمله بالكاسة، هو فاونديشن للكاسة برضه للعصير بيعطي طعمة جيدة. لا يا رجيف بشرفك يا زلمة بشرفك، لا استعمله لازم، هي استعمل السطل الأحمر. والمادة الخضراء بحطها يا مع الرغوة، يا سلام يا سلام. المادة الخضراء هاي هي عبارة عن طحالب معصورة مع ورق شجرة الموت الأخضر اللي كلنا عارفينها. والطبيعي يستعمل مانجا معفنة لأنه الموضوع كله معفن. بس ربنا الله الزلمة نظيف، يعني القشر بيكب وفي سطل زبالة عنده وناسي انه هو واقف على فتحة مجاري. هو بصراحة بحب يشتغل في تحت هذا المكان لأنه بحب إنه يعني عشان ريحة المجاري تشعشع في كاسة العصير وفي جسمه. وهون بلش يحط مية نظيفة. ممتاز، مية نظيفة مع مانجا معفنة. العفن بيكون هون بلش يخلطهم، البكتيريا مع الطحالب مع الملاريا الكوليرا الفطريات كله مع بعض. هنا صارت الخلطة جاهزة، وهذا السائل السائل المنتهي الصلاحية بخلطه من أول وجديد. وبلش يضيف بالكاسات، يا سلام ممتاز ممتاز. وهون الشيف بلش يطلع الكاسات، والضحايا قصدي الزباين بيستنوا في الكاسات في فارغ الصبر. صحيح العصير لونه أخضر بس اسمه هو العصير القحواني مركز التدمير، لأنه ببلش بتدمير الفم، اللوز بينزل للمريء، المعدة، البنكرياس، الأمعاء، حتى أخمص القدمين. من آثاره الجانبية بتفقد الذاكرة قصيرة المدى، فكل ما تخلص الكاسة بتطلب كاسة تانية وبتدفع كمان مرة.